السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. قبل ما نبداو دائما نذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واليوم إن شاء الله راح نحضر معكم بسكويت رولي، يعني أسهل وأسرع وصفة ممكن تحضروها في دقائق، محشي بكريمة بذوق الفراولة اللي زادت لها بنة على بنة وبجنواز أيضا أخف من الريشة، اقتصادية ونحضرها بالمحسن وتصلح لأي حاجة. إن شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة وتجربوها. وقبل ما تشاهدوا الفيديو حبيباتي ما تنسوش تخلوا الليجام فضلا وليس امرا. ودوكا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. في ريسيبيو راح نحط 4 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ، وإلا جبتوهم مثل جايين حاولوا كيفاش تحطوهم هكا في الماء يكون دافي لمده 5 دقائق ومن بعد تستعملوهم عادي. حطيت الرشه نتاع الملح وملعقه صغيره معمره نتاع لافاني، تقدروا تستعملوا بودره او سائله. وعندي ايضا 80 غرام نتاع السكر، انا لهنا درتهم لكم بالملعقه، يعني تقريبا هكاك واحد 4 ملاعق يكونوا كبار. لهنا في هذه الوصفه يا البنات راح ندير كامل مقادير يعني دفعه واحده باش نخلط. كما راكم تلاحظوا ايضا لهنا ضفت 70 غرام نتاع الفرينه، يعني الدقيق الابيض، غربلتها من قبل وزدت غربلتها هنا قدامكم. وبالمغرفه تجيكم هكاك واحد 5 ملاعق كبار، يعني من الاحسن انكم تستعملوا الميزان. هنا راح نضيف هذاك المحسن نتاع الكيك، راني وريته لكم ندير 12 غرام. شوفوا البنات، يعني هذا المحسن يتباع وين يتباعوا لوازم تاع الحلويات، يعني متوفر هكاك في بهذوك البايت الصغار اللي وريته لكم. هذيك شريتها ب25,000، وكاين تاني بايت كبار ب45,000، يعني بالنسبه لي يخدموا هكا الطلبيات وتشد لكم الله يبارك، يعني تخدم لكم شحال من جينواز. وصدقوني هاد الوصفه من اروع ما يكون، يعني ناجحه مليار بالمية. جربوها وعينيكم مغمضين، خاصه للمبتدئات. انا وانا نخلط يعني تفكرت بلي ما حطيتش ربع الملعقه نتاع خميره الحلويات، عادي تفكرتها ضفتها، ولكن نتوما يعني ديروها مع الاول، يعني مع جميع المقادير باش تخلطوا. هنا شوفوا بالنسبه للقوام اللي تحصلت عليه بعد ما خلطتها بالباتور، ولا يعني تقدروا تستعملوا مام البيترا. حاولوا كيفاش تخلطوا البنات، يعني تقريبا هكاك واحد 6 دقائق كي والو، حتى وين تشوفوا الخليط نتاعكم ولا لكم هكاك ابيض وتضاعف الحجم نتاعو. ومن بعد رحت جبت هذا البلا اللي المقاس نتاعو 37 على 28 سنتيمتر، درت الورق تاعي وفرغت هذاك الخليط، ونحاول كيفاش نسقمو كامل بهذا الشكل هذا. يعني حاولوا خاصه الجوانب باش ما تجيناش هكا الجوانب نتاعو رقاق، ولا تجينا يعني جهه هابطه وجهه طالعه. وبالنسبه للفرن راني شعلته من قبل على اقصى درجه، وغير ندخل البلا للفرن يعني نقصلو على 180 درجه، ونحط البلا في الوسطاني، يعني شعلو غير من تحت. وحذاري لهنا بالنسبه لطريقه الطياب نتاعو، يعني مهمه جدا. السر باش ينجح لكم هذا الجنواز لازم تخلوه يطيب لكم لمده 12 دقيقه، ما تزيدوا ما تنقصوا، يعني ماكسيموم 12 دقيقه. لو كان تخلوها كطريه البنات يعني راح تحصلوا عليها يابسه وكي القفرات وما تصلح لكم من حتى حاجه. خلوها تطيب لكم من تحت لمده 10 دقائق، ومن بعد عاودوا شعلوا لها الفوقاني باش تتحمر لكم لمده 2 دقائق. هذا مكان. دوكا نروحوا نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه نحتاج لهذا المشروب الغازي، انا استعملت هذه اللي راكم تشوفوا فيها حمود، يعني باللون الابيض. نتوما ولا كان متوفر عندكم الفونتا فريز، يعني المشروب اللي يكون هكا بذوق الفريز، استعملوه احسن. انا كان متوفر عندي هذا، فما حبيتش اني نكلف روحي نشري الجازوز بذوق الفراوله، فدرت له هكايا عطر نتاع الفراوله، يعني درت 2 كيسان نتاع الجازوز مع ملعقه هكاك صغيره نتاع عطر الفراوله عفوا. استعملت باتاغوم البنات، يعني تعطي لكم اللون وتزيد لكم الذوق. شوفوا بالنسبه لي تحب الحلاوه تقدر تضيف ملعقه كبيره نتاع السكر، ولي كيما انا يعني دائما تنقص عادي ما ديرش، ولكن يعني ما تجيش حلوه هاد الكريمه. شوفوا بالنسبه للمايزينا ولا درتو يعني مغارف نتاعكم، انا درت 2، ولا درتوهم معمرين مقبين ديروا غير 2، ولا درتوهم كيما درتهم انا ديروا 2.5 هكاك باش تتحصلوا على كريمه تكون متمسكه شويه. انا زدت نص، ولكن يعني للاسف ما بانيش في الفيديو. هنا ديت الكاسرونه نتاعي حطيتها فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين عقدت لي هذيك الكريمه وتحصلت على هذا القوام. دوك واش راح ندير؟ راح نغطيها هكا اون كونتاكت ونحطها في الثلاجه يعني حتى وين تبرد. والبسكوي لهنا راهو طاب، شوفوا راه واجد، يعني بعد 12 دقيقه قلت لكم ما زدت له ما نقصت له، يعني جوست 10 دقائق طاب لي هكا من تحت، زدت شعلت له 2 دقائق من الفوق،
وجبدته من الفور. هنا راني راح نحاول كيفاش نحيلو هاد البابي كويسون، يعني غير شويه هكا باش تشوفوا كيفاش جا. شوفوا الله يبارك، يجي من اروع ما يكون. يعني قلت لكم يصلح هكا للكيكات، ولا تشفاو انا راني درت لكم يعني كيكه تاع نجاح تاع وليدي تاع البيام، يعني وجات من اروع ما يكون، يعني ما كاش لي ما عجباتوش. المهم لهنا نحاول كيفاش هو سخون، نحاول كيفاش نلويه هكا باش يعني يحكم لي هكا على فرن ونخليه على جهه. ما بيد نروح نطيب الشربات ايضا هي نخليها لازم تبرد. شوفوا حطيت كاس نتاع الماء معاهم نص كاس نتاع السكر وطرونش نتاع القارص. راح نحط الكاسرونه هذه يعني بعد ما حركتها فوق النار غير تبدا تغلي، نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها النار. انا درتها مباشره يعني كي طابت فرغتها في بول ودخلتها للمجمد باش تبرد لي شويه. ما نستعملهاش هكاك وهي سخونه. وبديت لهنا نشرب في البسكوي. حاولوا كيفاش يعني ما تشربوش مليح مليح، خاطرش هذا البسكوي يعني صدقوني يجي وكانه مشرب. سي بور صح حاولوا كيفاش ما تشربوش بزاف بزاف. ومن بعد نجيب هذيك الكريمه هي كذلك تكون بارده، يعني حاولوا كيفاش تكون بارده البنات، ماشي كيما انا لهنا راني زربت الهيني باش فقط نكمل نصور الفيديو معكم. راهي مازال هدف يعني ما جمدتليش مليح مليح. انتم لا يعني خلوها تجمد لكم وتبرد مليح مليح باش تستعملوها. نحاول كيفاش نطالي كامل هذيك الكريمه هكا فوق هذاك البسكوي، وحاولوا كيفاش ما توصلوش حتى يعني للفوق هكا لهنا. جوست يعني ديروا كيما راني ندير انا برك. ولهنا البنات يعني تنمر البورطابل نتاعي تعمر ستوكاج نتاعو تعمر، يعني طفات لي الكاميرا وما فاقتش. كنت نحسب الكاميرا تصور وهي طفات لي، معليش يعني عادي. كملت روليت البسكوي نتاعي عادي. وانا يعني هذاك الفراغ اللي خليت تاع البسكوي يعني ما فيهش الكريمه، كي تكونوا هكا تروليو في البسكوي يعني الكريمه هذيك تمشي لكم. يعني سي بور سا قلت لكم ما تلحقوش الكريمه حتى الاخر نتاع البسكوي. وكما شفتوني يعني كنت خليت شويه باش كي نكونوا نرولو فيه ما تخرجناش الكريمه. هذا مكان حطيته في ورقه طهي واحد اخر وغطيته كامل وغلقت له هذوك الجوانب، ومباشره نديه نحطه في المجمد يعني باش بقات لنا غير الكريمه. يعني راح نديرو هذوكا. نحتاج نص كاس نتاع الماء يكون بارد، ما ولا حليب عادي. ضفت له نص كاس نتاع بودره الشونتي مع قطرات نتاع عطر الفراوله يعني باتاغو نتاع الفراوله. وراح نخلط كل شيء يعني بالباتو حتى وين تحصلوا على كريمه تكون متماسكه. هاي اللي كل هنا. دوك واش راح ندير نحي هكا شويه تقريبا واحد 2 ملاعق كبار برك، يعني ماشي بزاف. نحط هكا في لابوش فيها هاد لادو اللي وريتها لكم، يعني باش ندير دي غوزاس هكا البسكوي نتاعي. وبالنسبه لكريمه الشونتي اللي استعملتها انا استعملت هذه بلونش ناج، نشريها هكا يعني تاع 2 كيلو ب 170 الف. والله يبارك تخدم لي شحال من حاجه. وريتها لكم بالعاني باسكو بزاف بنات يقولوا لي هكا واش من نوعيه نتاع كريمه الشونتي اللي راكي تستعمليها. هذه هي البنات. شوفوا بعد ما جمد لي شويه هذاك البسكوي يعني بيه بالكريمه، قلت لكم حطيته في المجمد مباشره نحيته. خرجته من هذاك البابي كويسو وبديت لهنا نغطيه كامل بهذيك الكريمه الشونتي اللي طلعناها. نحاول كيفاش ندير له هكا طبقه يعني نلبس بها من الفوق. غطوه فقط البنات يعني ما تليسيوهش مليح مليح باسكو انا راح ندير له خطوط بالفرشيطه. يعني دوك تشوفوا معايا نحاول لهنا. بعد ما كملت نجيب فرشيطه نحاول كيفاش ندير هذا الشكل هذا. شوفوا وحاولوا كل مره تمسحوا هذيك الفرشيطه قبل ما تعاودوا ديروا الجهه الاخرى. شوفوا لي لهنا تتحصلوا على تزيين بزاف بزاف شباب يعني بابسط الاشياء غير بالفرشيطه. وشتو هذيك لابوش اللي درنا فيها شويه نتاع كريمه الشونتي، نحاول كيفاش ندير هكا دي غوزاس من الفوق ونكمل نزين بهذا الكرز المجفف. يعني كل غزازه هكا ندير لها نص حبه ولا حبه من الفوق. وفي الاخير باش نكمل له التزيين جبت شويه نتاع المعجون بذوق المشماش يعني الكونفيتور، حطيت له هكا عطر نتاع الفراوله وراح نديرو هكا في لابوش باش ندير هاد الزيكزاك. نتوما ولا كان متوفر عندكم ديكوجال بذوق الفراوله ولا طوبينغ هذاك اللي تبع هكا في القرا يعني بذوق الفراس ايضا، ولا تقدروا ديروها ايضا ديكوجال ولا شويه نتاع ناباج تديروا له هكا باتاغون نتاع الفراس وتحركوه مليح مليح وديروه في لابوش وديروا هاد زيكزاك من الفوق. يعني زاد الهبها لهاد البسكوي. وفي بلاصه هذاك الكرز المجفف تقدروا يعني تزينوا
بقطعة نتاع الفراولة. وبعد ما حطيته في المجمد باش يشد روحه، يعني الكريمة ايضا تجمد لي مليح مليح، نقدر نقسمه معكم. هاي ليك هنا قدامكم النتيجة، يعني نتيجته تحفة تحفة. بسكوير ولي بذوق الفراولة ناجح 100% من أول تجربة. يعني جربوه ماكمش راحين تندموا، بنين ما تشبعوش منه. إن شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفة، وما تنسونيش في الجام وتعليق شباب، ومع السلامة.